في حكمة قديمة بتقول اللي ملوش ماضي ملوش مستقبل، بس الموضوع ده مع قطر اتغير. قطر 2022 بتنظم أكبر وأحسن كأس عالم في تاريخ كؤوس العالم. وليه هي أفضل نسخة لكأس العالم في تاريخ كؤوس العالم كلها؟ تعال أقول لك على شوية حاجات. عملت بنية تحتية ب 222 مليار دولار، الرقم صحيح 222 مليار دولار، مش عشان بس ملاعب كأس العالم ولا التجهيزات، لا دي بنية تحتية للدولة ككل. عملت 8 ملاعب من افضل الاستادات على مستوى العالم عشان تستضيف ويتلعب عليها كاس العالم، وجهزوا الملاعب باماكن مخصصه للوضوء واماكن مخصصه للصلاه، ووضعوا احاديث نبويه على ارجاء الملاعب كاس العالم باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه او باللغات المختلفه عشان الناس تتعرف على الدين الاسلامي. وطبعوا وهيوزعوا كتب بتتكلم عن التاريخ الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية عشان الناس تعرف حقيقة الدين الإسلامي. وعملت حاجة أنا شايفها من أفضل الحاجات اللي عملتها في تنظيم كأس العالم، إنها أعلنت بشكل صريح إنها مش هتدعم العيال ببسكليتات، واعلنتها بشكل صريح ان انتوا جايين لنا فلازم تحترموا عاداتنا وتقاليدنا، واحنا ما بنسمحش بالكلام ده، واعلنتها صراحه. وطبعا الاعلام الغربي مش عاجبه الكلام، والعيال بسكليتات مش عاجبها الكلام ده. وفي النهايه انت متخيل 32 دوله هيلعبوا كاس العالم على ارض عربيه بل وكمان مسلمه؟ انت متخيل الموضوع عامل ازاي؟ الموضوع مسبب حرقان لدول كتيره وهجوم على قطر من كل وسائل الاعلام اللي بتدعم العيال البسكليتات. انت متخيل الناس لما تعرف حقيقه الدين الاسلامي من عن طريق الكتب او عن طريق الاحاديث النبويه اللي مطبوعه في ارجاء الملاعب، انت متخيل ان الدين الاسلامي ممكن يوصل لفين؟ او كام واحد يقدر يخش الدين الاسلامي بعد اللي بتقدمه قطر؟ قطر دلوقتي بتقدم افضل نسخه في تاريخ كاس العالم وفي تاريخ الانسانيه، وهتعرف الناس حقيقة الدين الإسلامي وحقيقة المسلمين. وفي النهاية أنا عاوز أقول كلمتين من أفضل الكلام اللي اتقال في حق المونديال: إحنا مش هنغير معتقداتنا ولا عاداتنا وتقاليدنا عشان 28 يوم، وده اللي قاله أبو تريكة. التوفيق كله لقطر. يلا حيهم